متوسط معدلات التحويل للمواقع بتبقى 2.5%. لو انت نسبتك اقل من كده فغالبا هتبقى مشكلة بالنسبة لك، لانك انت نسبة التحويل بتاعتك اقل من المتوسط، وهتبقى محتاج انك انت ازاي تعرف تعلي النسبة دي. ولو انت نسبتك اعلى من كده فانت في مكانة كويسة، وبس ان انت محتاج تعرف طرق اكتر انك انت ازاي ممكن تعلي النسبة دي وتطلع بيها في فوق المتوسط عشان تحقق دخل اكبر وعائد اكبر للبزنس بتاعك. في فيديو النهارده ان شاء الله هنشرح السي ار او تيستنج، هنشرح يعني ايه سي ار او تيستنج، هنشرح يعني ايه او ايه التايبس بتاعت السي ار او تيستنج، وهنشرح ازاي انك انت تجيب داتا تبني عليها السي ار او تيستنج بتاعك. في البدايه هنشرح ايه هو السي ار او تيستنج. السي ار او تيستنج هو valuable tactics for user testing، يعني احنا تكتيكات بنستخدمها عشان نكتشف ازاي ممكن ان احنا نعلي نسبة التحويل بتاعة الويب سايت بتاعنا من الترافيك اللي بيجي للويب سايت من القنوات الإعلانية. زي مثلا ان احنا او ايه التكتكس اللي احنا ممكن نشتغل عليها، حاجة زي الكوبي رايتنج، الهيرو ايمجز، والسي تي اي كولرز. الحاجات دي من الحاجات الأساسية. طبعا في حاجات تانية كتير جدا احنا بنشتغل عليها، بس من الحاجات الأساسية اللي انت هتبدأ تختبر عليها السي ار او بتاعك، او انك انت تعمل كونفرجن اوبتمايزيشن على الاساس ده، هي الكوبي رايتنج والهيرو والسي تي اي. دول الحاجات الاساسيه اللي انت المفروض بتبدا من خلالها تكتشف ازاي انك انت تعلي نسب التحويل بتاعه الويب سايت بتاعك. طبعا ازاي بيتم عمليه السي ار او تس؟ الماركتنج استراتيجيست او السي ار او استراتيجيست او سبيشاليست بيعملوا ايه؟ بيبدا ان هو يبني فرضيات. يعني ايه فرضيات؟ يعني يقول مثلا لو انا غيرت اللون بتاع البوتون ده مثلا وخليته لون احمر، هل هيعلي معايا نسبة التحويل؟ لو غيرت الهيدنج ده وغيرت المسجنج بتاعت الهيدنج، لو غيرت الايمج بتاعت الهيرو، كل الحاجات دي فرضيات بيبدأ يعملها السي ار او استراتيجيست، ان هو يبدأ يدور على الاماكن اللي لو غير فيها اي حاجة بيحصل تعلية في نسبة معدلات التحويل. فعشان نفهم الموضوع ده ونفهم ازاي السي ار او استراتيجيستس بيعملوا كده، اول حاجه لازم نعرف ان احنا عندنا اكتر من نوع من التست. عندنا ثلاث انواع من الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن تيستس، اللي هي الاي بي تيستنج او السبليت تيستنج، والاي بي ان تيستنج، والمالتي فاريت تيستنج. هنشرح كل نوع منهم بالتفصيل حاليا، بس لازم نبقى عارفين ان احنا عندنا ثلاث انواع من التستنج بنشتغل عليهم. اول نوع وهو السبليت تيستنج، وده معروف جدا، ويعني معظم الناس بتبتدي تشتغل عليه دلوقتي حاليا، واسهل نوع وبيبقى للويب سايتس اللي فيها ترافيك قليل، اللي هو انك انت تقسم الترافيك بتاع الويب سايت بتاعك لجزئين، جزء يروح على صفحة وجزء يروح على الصفحة التانية. طبعا في ادوات كتيرة بتعمل الموضوع ده زي انباونس، وفي جو هاي ليفل، في ادوات كتيرة بتعمل موضوع الاي بي تيستنج عشان تختبر السبليت تيستنج بتاع او الكونفرجن بتاع كل نسخة منهم. النسخة الاي دي بيبقى اسمها الكنترول، والنسخة البي بتبقى اسمها التشالنجر. التشالنجر ده الفاريانت، والاوريجينال دي الكنترول. دي اللي احنا مسميات بتاعه الاي بي تيست. بتبدا تودي 50% من الترافيك هنا و50% من الترافيك هنا، وتبدا تبني على الموضوع بتاع ان الترافيك ده لما يروح للجزئيه دي، هل النسبه اعلى في التحويل في فاريانت A ولا في الكنترول ولا في التشالنجر. بتبدا تاخد قراراتك بناء على التيست ده. تاني نوع معانا وهو الاي بي ان تيستنج، وده انك انت بتبدا تختبر اكتر من نوع في في مره واحده. يعني ايه؟ يعني ان انا مثلا هعمل فاريانت A اللي هي الكنترول، وهعمل تشالنجر، وهعمل كذا تشالنجر، مش هعمل تشالنجر واحد. يعني انا هعمل فاريشن A وB وC، وممكن اعمل D وE لو عايز كمان، لان هي بتبقى الى ما لا نهايه. بس طبعا بتبقى برضو للترافيك القليل عشان برضو اقدر اختبر المسجنج بتاعي، اقدر اختبر الكوبي رايتنج، الاستراكشر بتاعه اللاندنج بيج والكلام ده كله. بعد كده عندنا المالتي فاريت تيستنج. المالتي فاريت تيستنج دي اللي هي ان انا بعمل تغيير للويب سايت بتاعي. هو انا مش بعمل نسخ، مش بعمل فاريشنز، انا بعمل الفاريشن بتبقى في مره واحده. يعني ان انا دلوقتي عندي مجموعه ترافيك جايين، هوديهم الاول على صفحه فيها مثلا زي ما احنا شايفين مثلا لون البوتون، مثلا نفترض ان ده لون البوتون لونه احمر، فانا هودي 25% من الترافيك على الصفحه دي، وبعد كده ابدا ان انا اقيس الكونفرجن ريت بتاع الصفحه دي بس. وبعد كده اودي 25% من الترافيك اوديهم على فاريشن بي مثلا بعد ما غيرت اللون، وابدا اقيس الكونفرجن بتاعت الجزئيه دي بس.
نفس الكلام بالنسبه للجزئيه دي، وبالنسبه للفاريشن ده وبالنسبه للفاريشن ده. انا هنا ما بعملش فاريشنز ان انا اخلي كل الفاريشنز تشتغل مع بعض. انا بشغل الفاريشن كل مره واحده لوحدها، كل مره تغيير، بحيث ان انا ابدا اعرف واقيس هل الكونفرجن ريت بتتحسن من الفاريشن دي عن الفاريشن اللي انا كنت شغال بيها قبل كده. ومهم جدا نعرف برضو ان لما نيجي نعمل فاريشنز او لما نيجي نعمل اي بي تيستنج او اي بي ان تيستنج، لازم نختبر اكتر من حاجه. ما ينفعش ان انت تختبر الهيدلاين بس، ما ينفعش ان انت تختبر باتون كلر بس، ما ينفعش ان انت تختبر حاجه واحده، لازم تختبر اكتر من حاجه. ليه؟ عشان لما اجي المجهود بتاع الاي بي تيستنج، لان هو بياخد وقت، بياخد فلوس، وبياخد ترافيك كتير، وببدا اخد قراراتي على يعني فتره، ما بسيبش الترافيك مثلا يومين وثلاثه وارجع اقول ده الوينر بتاعي. لا، انا بشتغل بحيث ان انا يبقى عندي داتا كفايه ان انا اقدر اقرر ان انا دي النسخه اللي انا هشتغل عليها. افترض ان الفاريشن بي هي اللي نجحت، فانا اخد قراري على اساس نسبه التحويل. فطبعا لازم اسيبها شويه، لازم اسيبها تشتغل شويه، لازم اسيب الاعلان يشتغل شويه، لازم اسيب الترافيك يخش. ده الموضوع بتاع المالتي فاريت تيستنج ده بيبقى افضل مع الهاي فوليوم ترافيكس، اللي هي الويب سايتس اللي عندها هاي فوليوم ترافيك، ما بتبقاش يعني الترافيك بتاعها مش قليل، بتعمل حملات اعلانيه ضخمه. فده اللي ينفع معاها المالتي فاريت تيستنج. ما ينفعش ان هي تعمل، يعني ده افضل اختيار ليها من الاي بي تيستنج. الاي بي تيستنج للو زي ما قلنا لو ترافيك، وبنختبر اكتر من حاجه وبنبني عليها فرضياتنا. طيب دلوقتي ده بالنسبه لانواع التيست. دلوقتي لو انا عايز اعرف ازاي ان انا اعمل التست ده او انا هعمل ايه في التست ده، ده بنعمله عن طريق الداتا. عشان كده لازم نبقى عارفين ازاي ان احنا نجيب الداتا. الداتا بتاعتنا بنجيبها من ثلاث طرق. اول طريق اللي هو اليوزر سيرفيز. يعني ايه؟ يعني ان انت بتجيب اليوزرز بتوعك، الصفحه اللي انت عندك فيها مشكله في معدلات التحويل بتاعتها اقل من 2.5%، اي معدلات او مؤشرات انت بتدور عليها، طبعا بعد ما تكون عرفت المتركس بتاعتك، الكي بي ايز والجولز والكلام ده كله، بتبدا انك انت تسال اليوزرز انتوا ايه مشكلتكم، ايه اللي مش مخليكم تكملوا الفورم، او ايه اللي مش مخليكم تشتروا او ايه اللي مش مخليكم تجربوا الفري ديمو بتاعنا. بتبدا تسال اليوزرز الاسئله دي. ده بيتم طبعا، بيبقى في ويب سايتس او في سيرفيسز بتعمل الموضوع ده، اللي هي اليوزر سيرفيز، يعمل لك فورم في الويب سايت بتاعك يظهر لليوزرز اول ما يخشوا على الويب سايت بتاعك، ويبدا يسالهم بعض الاسئله اللي تكون خاصه بالصفحه دي. مثلا انت هتحطها في صفحه معينه، صفحه مثلا اللي هي اللي فيها الفري ديمو، واخد بالك؟ فنبدا ان احنا نسالهم طب انت ايه اللي مش مخليك تسجل. فلو مثلا قال لك حاجه زي ان الويب سايت مثلا ما فيهوش موثوقيه عاليه، فانت بتبدا انك تحسن في النقطه دي. بتبدا تسال اسئله ذات صله بالموضوع اللي انت عايز تحسن فيه معدلات التحويل. فلو انت مثلا بتدور على الفري ديمو، بتدور على التسجيل، تبدا تساله اسئله خاصه بالموضوع ده. حاجه كمان انك انت بتعمل الاجابات بتاعه الاسئله دي تكون اجابات متوجهه على مؤشراتك اللي انت بتدور عليها. يعني انا دلوقتي مثلا عندي معدلات التحويل نازله بشكل كبير، الويب سايت بتاعي شكله اوت ديتد، يعني الويب سايت بتاعي شكله مش احسن حاجه، مش مودرن، مش بيحول نسبة، يعني زي ما احنا عارفين نسبة التحويل بتاعته مش عالية، فهو شكله مش افضل حاجة. هو ممكن تكون كانت نسب التحويل بتاعته زمان كويسة، بس دلوقتي الناس حست ان هو ما فيهوش موثوقية. آه في مشكلة في اليوزابيلتي، في مشكلة في الفانكشناليتي، في الوظائف بتاعة الويب سايت. كل الحاجات دي بتخلي اليوزر يتضايق من الويب سايت، فبيقول لك ان ده اوت ديتد، انا مش هشتغل معاه. انت بتبدأ تسأله اسئلة، وبالرد على الاسئله دي طبعا انت بتحط له الاجابات بتاعتك انت، لان هي بتبقى اجابات اختيارات. تبدا تحط له الاجابات اللي تساعدك انك انت تاخد اجابه اليوزر وتقدر تنفذها على الويب سايت بتاعك. يعني مثلا انا مش لاقي معلومات كفايه، او انا مش فاهم كفايه عن الموضوع ده، فانت بتحطها له كاختيار، تمام، كاوبشن في الاسئله اللي انت بتسالها له في اليوزر تيستنج او اليوزر سيرفي، بتحطها كاوبشن. بعد ما بتحط الاوبشن ده، لو اليوزر داس عليه، انت بتبدا تفهم ازاي انا هقدر اتوجه في الاوبتمايزيشن بتاعي او في التحسين بتاعي في الكونفرجن ريت. ده بالنسبه لليوزر سيرفيز، انك انت بكل بساطه تعمل فورم تسال فيه اليوزرز، او انك انت تسالهم لايف، يعني باي طريقه ايا كانت، بس دي اسهل طريقه طبعا، انك انت تسالهم عن طريق فورم على الويب سايت بتاعك. تاني حاجه وهي الهيت مابس. الهيت مابس مهمة جدا برضو عشان اقدر اعرف اليوزر بيتحرك ازاي جوه الويب سايت بتاعي. هي اسمها مابس، يعني بمعنى ان هي بتشوف اليوزر بينتراكت او بيتفاعل ازاي مع الويب سايت بتاعك. بيبدأ ان هو يخش في حاجة اسمها طبعا زي ما احنا عارفين
كليك مابس، في هافر مابس، وفي سكرول مابس. كل حاجه من دول بتقدر تكتشف منها اليوزر كليك على ايه، هافر على ايه، سكرول ولا ما سكرولش. تبدا تشوف كل الداتا من الهيت مابس. طبعا في مايكروسوفت كلاريتي دي مجانا، في هوت جار، وفي كريزي ايج. كل الحاجات دي ادوات بتساعدك انك انت تقدر تعرف اليوزر انتر اكت ازاي مع الويب سايت بتاعك. اخر حاجه وهي الاناليتكس تول اللي هي زي جوجل اناليتكس. دي برضو بتديك الصوره العامه. يعني انت مثلا دلوقتي لو لنفترض ان اليوزر سيرفيز خلاص احنا عملناها، لو جينا على الهيت مابس انا عندي باونس ريت عالي جدا، فانا عايز اعرف ايه المشكله. ببدا اشوف الباونس ريت ده من فين، من الاناليتكس تول اللي هي الجي اي 4. وابدا اشوف اخش جوه الويب سايت اشوف ليه الباونس ريت عالي. هل اليوزر بيسكرول اصلا؟ طب هل هو بيكليك؟ هل هو بيهوفر على حاجه؟ هل هو بيتحرك؟ ما هو الهوفر ده معناه ان هو عينه مثلا راحت عليه، الماوس اتحرك فهو عينه راحت على الحاجه. فانا ببدا اشوف الصوره الكبيره عن طريق الجي اي 4. مع بالكومبينيشن بقى مع الهيت مابس واليوزر سيرفيز، انا بيبقى عندي داتا كبيره جدا جدا ان انا اقدر اعرف اليوزر بتاعي مشكلته في ايه. طبعا المفروض ان انا اكون عامل اليوزر ريسيرش بتاعي من قبل ما اعمل الويب سايت، او من قبل ما اعمل الفانلز والاعلانات والكلام ده كله. ببدا ان انا اشوف مشكله اليوزر بتاعتي فين، واقدر ان انا احددها واشتغل عليها. طب انا ما عرفتش، او الويب سايت بتاعي بقاله فتره، او البيزنس بتاعي بقاله فتره وانا ما اشتغلتش عليه وعايز ارجع اعلي نسب التحويل تاني، ببدا اعمل الثلاث حاجات دول، ومن خلالهم زي ما قلنا ببدا ابني الفرضيات بتاعتي. الفرضيات اللي انا ببني عليها التستس بتاعتي بقى. ابدا اقول مثلا انا هعمل نسخه فيها المسج كده، ونسخه فيها المسج كده، نسخه فيها الكلر بتاع البutton كده، ونسخه فيها الكلر بتاع البutton كده، نسخه الاستراكشر كده، ونسخه الاستراكشر كده. بتبدا انك انت تختبر حاجات كتيره بناء على الداتا اللي انت خدتها من الثلاث حاجات دول، اللي هم اليوزر والهيت مابس والاناليتكس تول. زي ما احنا عارفين المتريكس طبعا بتاعتنا اهم حاجه، ان احنا بنبني الكلام ده كله على اي اساس؟ على اساس ان انا مثلا عندي هدف كي بي اي بتاعي عايز احققه، فببدا ان انا ادور على الجزئيه بتاعتي الخاصه في الثلاث حاجات دول. مثلا هقدر اجيب الداتا بتاعت الكي بي اي، يعني انا عايز اعلي مثلا الكونفرجن ريت ليه، عايز اوصل لايه، عايز اوصل لبيرشيزز، عايز اوصل لليدز، عايز اوصل الكي بي اي بتاعتي ايه. من خلالها بعد كده بديك ديب بقى وانزل خطوه كمان، ان انا ابدا اشوف الداتا، وبعد كده ابدا اعمل التست. ده الترتيب اللي انت المفروض تمشي بيه. زي ما احنا عارفين السي ار او او الكونفرجن ريت اوبتمايزيشن عمليه تطويريه، عمليه ما بتبقاش عباره عن انك انت تشتغل مره وبعد كده تسيبها وخلاص. معظم الناس دلوقتي ما بيعملوش موضوع الاي بي تيستنج. فحاول ما تكونش انت الشخص ده وتبدا تعمل اي بي تيستنج، هتفيدك كتير. لان في دراسات بتقول ان 99% 99% من عمليات الاي بي تيستنج بيبقى التشالنجر فيه هو الكسبان. تخيل انك انت البي تيست اللي هو البي فيرجن او الفاريشن بي هو اللي بيبقى كسبان في 99% من عمليات التيست. فحاول ما تكونش انت الشخص اللي ما بيعملش اي بي تيستنج، لان في الغالب هتاثر بشكل كبير على البيزنس بتاعك، وهتفرق معاك في حاجات كتيره جدا. ده كان بالنسبه لفيديو النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.